ونقول الو. الو يا سيد، الحقني. مالك يا ورده؟ اسامه دخل العمليات، حالته خطيره. اسامه؟ طب اهدي بس اهدي وفهميني ايه اللي حصل. طب انتوا فين دلوقتي؟ يا جدع اصبر، هتاخد اجازه ازاي يا سيد؟ هو انت اصلا لسه اشتغلت عشان تاخد اجازه؟ ما عنديش وقت ارجع، اخويا في خطر ونازل يعني نازل. يا سيد طب لو سليمان سأل عليك اقول له ايه؟ يا سيد يا سيد رد عليا يا سيد، استنى بس يا سيد. طب هبقى اكلمك يا سيد اطمن عليك. ميس بسنت، خير يا هادي. عندنا مشكلة ومحتاجينك حالا. مشكلة ايه؟ في حاجة حصلت عند الشاليهات. قوم هناك عند الشاليه اللي فيه الجسر الإيطالي ده. كان في ايه؟ مفيش يا فندم، مشكلة بسيطة واتحلت الحمد لله. والله يا فندم ده صوتهم كان جايب آخر الدنيا ومحدش فاهم منهم أي حاجة، وحضرتك عارفة إن اللي بيتكلم إيطالي محمد رأفت واخد أجازة عشان عملية البواسير بتاعته. طب فهميني طيب عملتي ايه؟ مفيش يا فندم، الجماعة الأسبان اللي في الأوضة التانية كانوا شاربين ومشغلين التلفزيون على قناة رقص وقاعدين مدينا، والطليان كان عندهم رحلة سفاري بكرة بدري وعاوزين يناموا. دخلت هندلت الأسبان فالطليان شكروني ودخلوا يناموا، بس. الو. ايه يا ورده؟ انتوا فين؟ ايوه انا على شمالك، تعالى. هو فين؟ لسه طالع ما بقالوش نص ساعه، دخلوا الاوضه اللي هناك دي. استنى عندك، رايح فين؟ هبوس ايديكي، دقيقه واحده بس هبص عليه واطلع على طول. هو انت تبقى قريب الحاله اللي جوه دي؟ يبقى اخويا. طب ثانيه واحده، هستأذن لك الدكتور وارجع لك على طول، بس خليك واقف هنا ما تعملش اي مشاكل. حاضر. ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرنا ومش هنضم فيه. اتفضل البس دول عشان الاوضه معقمه. حاضر. تسلمي لي يا ورده، تسلمي لي يا ورده. ايه؟ اوعى تقول انك مش جدع وهتتحمل. انا مسافر وانا عارف اني سايب ورايا راجل، حتى لو كتر عليك انا متاكد انك وقعت واقف. عشان انت راجل يا اسامه، والرجاله ما بترجعش غير اللي خلقها وبس. أنا جنبك ومستنيك أخويا وابني. لو تسمح تستناني بره وأنا هطلع لك أشرح لك الحالة. سعيد، ازيك يا طارق؟ وحشتني يا سيد. وربنا عيب عليك كده يا سيد، يعني ليه مصر تصغرنا؟ يعني ايه تنزل من السوبر جيت وتركب تاكسي تاني؟ امال انا معايا تاكسي وصاحبك ازاي يعني بس؟ واسامه عامل ايه؟ لسه هعرف. منهم لله الظلمه قلالات الدين. سيد، هو قصص هيموت؟ ايه اللي خلاك تقول كده يا طارق؟ اخوك هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت وهيبقى زي الفل، ما تقولش كده تاني. زناتي وقلاضيشه ولا حس ولا خبر، كنين ومحدش يعرف لهم مطرح. خير، طمنا يا دكتور. عنده ارتجاج في المخ وعنده كسور، عنده ضلعين مكسورين ودراعه اليمين مكسور. هو هيقعد في العنايه المركزه لبكره بعد الظهر، وبعد كده هننقله في اوضه عاديه. يعني مفيش أي حاجة خطرة؟ لا اطمن، احنا كنا بس خايفين من نزيف داخلي لكن مفيش حاجه، والارتجاج اللي عنده حاجه خفيفه. اطمن الحمد لله. طمنا يا سيد، محتاج ايه؟ شاش، قطن، ميكروكروم، انتبيوتك. هو اسامه عنده ايه؟ هي دي اخلاق الفرسان، خطوه عزيزه يا ست. بلا عزيزه بلا تفيده. انا بقول كده برضه. وانت ايه؟ مالكيش كبير؟
ها تاخدي طارق وتخرجي من البيت من ورايا؟ مالكيش اخت كبيره تستأذنيها؟ ايه، انا جبت طارق يطمن على اخوه. طب هما واخوات، انت ايه اللي حشرك ما بيناتهم؟ اقل حاجه تعملها للراجل اللي كان هيموت وهو بتحشر لها. والله يا حبيبي ما حدش ضربه على ايده وقال له يعمل فيها شهم. غصب عنه بقى، تربيتي. يلا يا اختي همي. وانت قاعد معاهم ولا جاي معايا؟ لا انا هقعد مع اخويا. لا معلش يا طروقه، روح انت النهارده، اسامه بقى كويس. طب اطلع ابوس. لا قوم هات بوسه وانا ابقى اوصلها له يا سيدي. خد بالك من نفسك. حاضر. وصلهم معاك يا سمح. حرام، عفشه التاكسي انتهت. يلا يا اختي. اتفضلوا. يلا يا اخوي، يلا يلا. سيد قوم عشان اروحك عشان ترتاح شويه، عشان تقدر تكمل، انت جاي من مشوار بعيد. روح انت يا سمح. لو عرفت بكره بس وانت جاي تجيب معاك سجاير وعصير يبقى تمام. عيب عليك يا سيد، اروح انا ازاي يعني واسيبك في الموقف ده يعني؟ مش اول مره يا سمح. عندك حق برضه.